السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة جيهان. اليوم ان شاء الله غادا نقترح عليكم الحرشه ديال المقله اللي كطيب فوق البوطه. غادا نقترحها عليكم طيبه في الفران، كتجي ساهله وما تعكزيش عليها. كاينين بزاف ديال الاخوات كيعكزوا باش يقادوا هاد الحرشه هذه غير على حساب ديك السميده اللي كتبقى تفرتت وكتعمر ليهم الدنيا. غادا نقترحها عليكم بهاد الطريقه سهله وسريعه. بسم الله على بركة الله. في واحد الإناء غادا ناخذ وغادا ندير 3 الكيسان يكونوا عامرين مزيان ديال السميده رقيقه الخاصه بالبغرير وبالحلوى والبسبوسه. صافي غادا نزيد عليها واحد شويه ديال الملحه، والملحه ديما كتبقى على حساب الذوق غير ما تكتروش. ربع كاس ديال الزيت نباتيه، وغادا نزيد حتى ربع كاس ديال السكر سنيده. والسكر يمكن لكم تنقصوا من هذه الكميه هذه، غير ما تزيدوش على هذه الكميه ديال ربع كاس حيت غادا تجيكم حلوه بزاف وما غاداش تجيكم زوينه. ربع كاس هذاك هو القياس. صافي غادا ناخذ وغادا نبسس ديك السميده مزيان بداك الزيت حتى كتبان لي تلبست مزيان بداك الزيت. غادا ناخذ وغادا نزيد صاشيه ديال الخميره ديال الحلوى فيها 7 غرام، الا كانت عندكم ديال 8 غرام خدموا بها بحال بحال. شويه ديال الخميره معجونه كيف ما شفتوا، حسب معلقه صغيره ديال الخميره معجونه. غادا ناخذ ديك الخميره وغادا ندوبها بكاس ديال الماء. بالنسبه للماء انا دابا حيت الحال سخون خدت غير الماء ديال الروبيني، ما سخنتو ما حتى شي حاجه. الا قاديتوها في الحال بارد غادي ندفيو بداك الماء غير واحد شويه باش تفاعل لكم به الخميره. هنايا زدت الكاس الثاني ديال الماء، صافي حتى هو القياس المضبوط. غير هو عينكم ميزانكم على حساب السميده، الا كانت السميده اللي كتشرب سوائل بزاف غادي تقدروا تزيدوا شويه ديال الماء على دوك 2 كيسان. غير هو 2 كيسان راه داك هو القياس. هنايا خديت واحد المقله قبل ودهنتها بشويه ديال الزبده ورشيت عليها نيت السميده هذه اللي خدمت بها. يمكن لكم ترشوا عليها السميده الغليظه الا بغيتوا اولا شويه ديال الكوك حتى هي كتجي زوينه. خديت الخليط وفرغته فيها مباشره، ما تخليوش الخليط حتى يرتاح او لا يتشرب الماء اللي درتو فيه، لا غير كيف ما تخدموها كبوها. انا راني دهنت المقله قبل ما نبدا خدامه في هذه الحرشه هذه. صافي تحاولوا تقادوا ليها الوجه ديالها بهذه الطريقه هذه. نحاولوا باش كنقادوها مزيان. انا بالنسبه للفران راني ما سخنته ما حتى شي حاجه، ما كنسخنش انا الفران لا في الحرشه او لا في البسبوسه او لا حتى في الكيك. كناخذ المقله ديالي اولا المول حتى كندخلو الفران عاد كنشعلو. هنايا بعد ما دخلتها وطابت كيف ما شفتوا معايا راها كتجي خفيفه وكتجي رطبه وكتجي لذيذه وزوينه بزاف. صافي كناخذها حتى كتحمر من التحت وكنشعل عليها من الوجه ديالها غير واحد شويه باش كتزيد تحمر. هنايا انا قلبتها معكم وقطعتها باش تشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها. صراحه كيجي القوام ديالها زوين وكتجي لذيذه وزوينه بزاف. وبهذه الطريقه هذه كنكونوا قادين الحرشه ديال المقله طيبناها في الفران بلا قوه السميده مشته هك وهك. انا كيف ما قلت لكم بزاف ديال الاخوات كنعرفهم كيعكزوا باش يقادوها غير على حساب ديك السميده اللي كتشتت ليهم في فوق البوطه. هانتوما كيفاش كتجي الصراحه راها كتجي لذيذه وزوينه بزاف. بغيتكم تجربوها على حسابي، انا متاكده غادا تعجبكم وتولي معتمده عندكم. وإلا عجبكم الاقتراح ديال اليوم ما تنسوش تخليو لي اكبر عدد من اللايكات من باب التشجيع. شكرا لكم والى اللقاء ان شاء الله.